يلا. صورت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. احنا فين؟ احنا في عنبر حمام لحم فرنسي، عملناه من شهر، ونزلنا حمام من 15 20 يوم، ما كملناش الرقم ده. لحم فرنساوي بيور، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا متبهدل لان انا كان عندي ابراج اهي، عندي ابراج باينه اهي من فوق المنشر، ان انا بنعمل لها اشراف ومتابعه، وكنا بنطهر النهارده علشان نضبط الابراج واحنا داخلين على الصيف. النهارده كام؟ النهارده 30/3/2025. كل سنه وانتم طيبين، بكره العيد، كل سنه وحضراتكم طيبين. حمام لحم فرنسي، صاروخ الاستثمار في مصر. صاروخ الاستثمار، روح يلا. صاروخ الاستثمار في مصر. عملنا المزرعه وصورنا لها فيديو قبل كده ونزل. عملنا المنشر، جففناه من فوق ونزلنا الحمام، وبنحط الاكل والشرب بره المزرعه، اللي هو بره المكان اللي الحمام هيبيض فيه ويشرب وياكل فيه. حطينا الاكل والشرب بره، اللي هو المنطقه دي. طول النهار الشمس نازله على المكان، ومن بعد العصر الشمس بتدخل جوه. ده تنفيذ صح. انا بنقول كخالد الفطراني احنا كده منفذين صح، عاملين منشر وعاملين اماكن مخصصه والحمام. هنيجي معايا يا عم احمد بالراحه وبص شكل الحمام عامل ازاي على فخار. تعال. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. الحمام بسم الله ما شاء الله شبه سكن في فخار، ان لم يكن في حمام بار، الحمد لله. تعالى كده من على اليمين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك. لو هنبص كده، تعالى يا عم احمد، تعالى بالراحه، تعالى خش، تعالى كده بص لي كده. في حمام مسكن اهو وبايض في اقل من 15 يوم، وفي حمام اهو مسكن وبايض في اقل من 15 يوم، وفي حمام مسكن وبايض في اقل من 15 يوم، وفي حمام كان هنا برضه مسكن وبايض في اقل من 15 يوم. الدليل ان انا عندي بيض لسه بشايف حمام شبابات على وش شغل، بيضه صغيره. ده معناها ان الحمام ده اول مره يبيض، مش كله. احنا منزلين جزء شبابات على وش شغل وجزء شغال مضمون. طيب ايه الدليل؟ لو هنقارن البيضه دي ببيضه ثانيه، نرجعها في مكانها ونستأذن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك يا بعد اذنك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لحظة واحدة، لحظة. خش يلا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب اهو ده بيضتين دافيين وشغالين، هيتطرحوا وهيظبطوا معانا. طيب لو هنفر، لا انا كده تمام، انا شايفها حلو، رايقه. مش معنى ان هي بايظه، لا، رايقه معنى ان هي لسه هتخصف وهتشتغل ان شاء الله. تمام. تعالى يلا مكانك، يلا تعالى. الله يبارك لك، الله يبارك لصاحب المشروع. طيب هذا بيض تاني، ممكن لسه نازل النهارده اهي، لسه نازله النهارده. لو هنبص في عكس الشفاك هنلاقي ان هي حمراء شويه، مش عارف هي باينه او لا، بس الحمد لله. الحمام لما بيجي يشتغل بيجلع ريش. انا عايز نقول كل الفيديوهات وكل المعلومات. بيجلع ريش ويحطه كده مع الفخار، عكس عكاز كتف فلاح، قوس مثلث، سهمين، بيعملهم كده ويبيض في وسطهم. تعالى كده يا عم احمد وري الناس بتجربتك وشغلك الحلو. اهو بيجلع ريش وبحط البيض، تمام، عشان الناس اللي بتقول ايه البيض هينكسر. طب بص انا عامل ايه، تجويف اهو عالي عشان يبقى فيه ميل اللي انا بنحكي فيه. طبعا ده شغل اخوكم خالد الفخراني في بناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. تعالى يا عم احمد وري الناس حبايبنا شغلنا على الطبيعه. انا شغلنا اهو، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك لصاحب النصيب ويطعمنا كلنا خير. تعالى يا عم احمد، انا عايزك تشوف الشكل اهو. الله يبارك لاصحابه. ده شغلنا بنشتغل في كل محافظات مصر. الحمام الفرنسي صاروخ
صاروخ الاستثمار في مصر، من المشاريع الواعدة المهمة الممتازة المربحة اللي بتكسب في مصر. ما بنقولش اشتغل في خالد الفخراني، لله. اشتغل بفخار كبير، اشتغل بفخار كبير ياخد معاك اي نوع حمام في العالم. بعد ما تشتغل بفخار كبير هات سلالة محترمة. الحمد لله رب العالمين، انا ما عنديش حمامه فارده ركنه ولا كشف ولا ما بتاكلش ولا كنكر ولا سالمونيلا ولا 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 حاجات بسم الله ما شاء الله. تعالى ايه دي؟ طيب انا اعوذ بالله من كلمه. انا جوز حمام فارد اهو، بسم الله ما شاء الله. الجيب حلو، منظر حلو، الرجل حلوه. الرجل الثانية فين؟ بعد اذنك بعد اذنك. الرجل الثانية فين؟ لما نبص على رجول الحمام اللحم الفرنسي، الرجول حمراء اهي اهي، اللون الاحمر الوردي. انا ما بعرفش في الالوان الا 5 6 الوان اللي احنا خدناهم في المدرسه، لان انا على الله حكايتي الحمد لله. بس الحمام يشهد ويشهد علينا ربنا من افضل سلالات الحمام في مصر اللحم الفرنسي. مشهور عنه ان هو بيمتاز بكثره الانتاج والحجم الكبير، حجمه بيوصل لكيلو ونص على الميزان. السرغالين بيوصل النهارده سعره في مصر 300 جنيه. السرغالين في مصر النهارده بتوصل ل 300 جنيه. الشرخان من الحمام ده بتوصل ل 450 و 500 جنيه النهارده. الحمد لله. ده اللي هنقوله، مش هنقول اكتر من كده. في الفيديو ده شغل اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. شاكر للمتابعه، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا. ما تنسوش دعمكم لينا بيخلينا نظهر لحضراتكم في الفيديوهات. الحمد لله. اللي انا هنقدر نقوله في الفيديو ده الحمد لله. شاكر للمتابعه، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.